السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. ايه رايكم النهارده نعمل شويه سندوتشات كده، فراخ مقرمشه او فرايد تشيكن لاولادنا، نفرح بيها اولادنا. حاجه لذيذه وسهله وعلى قد الايد، لكن احلى من المطعم بكتير بكتير، وهنوفر فلوسنا. واهم حاجه ان هي نظيفه وعمايل ايدينا. ان شاء الله تعجبكم وهتعجب اولادكم وهتقوموا تعملوها، انا واثقه باذن الله. يلا بينا نبدا. شايفين جميله ازاي؟ بس قبل ما نبدا، اذا عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. هحضر المارينيتد اللي هنقع فيها الفراخ، عبارة عن شوية مية بس. انا واحط فيها مرقة مرقة بودر. انا ما عنديش بودر. جبت مكعب من المرقة ونزلت عليهم بشوية مية مغليين شوية صغيرين جدا. ادوب المكعب، وبعد كده ازود مية باردة عادية من الحنفية. تمام. هنبتدي بقى نتبل المية دي بتوابل كده بسيطة، شوية شطة، مكتر شطة اللي بيحب السبايسي، شوية فلفل، شوية خل، ملح، بابريكا طبعا عشان تدي لون حلو كتير، ولو مدخنه تبقى جميله جدا. بصل باودر، توم باودر. ونقلب كل الخلطه كده. الخلطه جاهزه. هو اللي متكتل ده البصل، فعادي ما فيش اي مشكله. ادوق الخلطه دي اشوف الملح بتاعها اخباره ايه. لقيتها محتاجه ملح، زودت لها شويه ملح وزودت لها شويه شطه. الشطه دي عندي مش قويه قوي، لو بودر مطحونه ازيد من كده هتبقى جميله. كده الخلطه جاهزه. نبتدي نجيب الفراخ بتاعتنا. ده حوالي من 500 ل 600 جرام من صدور الدجاج. انا غسلاها وشايلاها في الفريزر وطلعتها، فكت شويه بس ما فكتش 100%. نبتدي بقى اقطعها شرايح عشان نقدر نقطع الفراخ شرايح رفيعه. لازم تكون مجمده مثلا 50%. هقدر اتحكم فيها كويس زي ما انتم شايفين، سهل قوي في التقطيع. تمام. انا لقيت برضو الشرايح هي سميكه بس مش قوي، بس احنا عايزين نستخدم المدق ده بحيث ان نموت الانسجه بتاعه الفراخ، بحيث لما نيجي ناكل الساندوتش الفراخ ما تشدش معانا، تبقى طريه وتتقطم بسهوله. فانا هنا فردت على البورد كده قطع الفراخ او قطع الدجاج اللي احنا قطعناها، وحطيت عليها كيس من اكياس التلاجة، ونزلت عليها بالمدق واحده واحده كده، بسيطه، حاجه بسيطه. انا مش عايزه هريه. خلوا بالكم ان الفراخ بتتهري بسهوله، مش عايزين يهري. مجرد ان احنا نرققها ونموت الانسجه بتاعتها دي شويه كده، عشان زي ما قلت لكم تبقى سهله في الاكل. عندي على مباشره بعد ما اخلص هنزل بالفراخ كلها فين؟ في المارينيتد بتاعنا. لو لقيت حته لسه سميكه ما وصلهاش المدق كويس، اعيد عليها الدق تاني. هنا كنت خلصت كل الكميه. انا ما عملتش الكميه دي كلها في السندوتشات، يعني السندوتشات اللي انتوا شفتوها في اول فيديو ما خدتش كميه الفراخ كلها، يعني متبقي جزء عندي لسه. نضفت كده الرخامه وابتدي بقى اقلب الفراخ بالمارينيتد بتاعتنا دي. ويفضل ان احنا نشيلها في التلاجة من بالليل لحد ما نيجي نعملها. يفضل ما فيش وقت يبقى مجرد ساعه فقط لا غير. ابتدي بقى نجهز الكفر بتاع الفراخ. انا الكفر بتاعي سهل قوي، عباره عن دقيق ونشا. بس النشا كميه صغيره جدا مقارنه بالدقيق، لان النشا بيخشب بسرعه بيدي طبقه ناشفه شويه. فانا عندي هنا نص كيلو من الدقيق، وحطيت عليهم معلقه نشا واحده ومش مليانه قوي، وذره من البيكنج باودر، وحطيتهم في بوله كبيره او في طاجن كبير عشان اعرف اقلب الفراخ فيه. ابتدي بقى نشتغل. وحطيت طاسه على البوتاجاز، طبعا انا مش عايزه الزيت يسخن قوي. طلع بقى قطع الفراخ من المارينيتد واحطها في الدقيق، ابدرها كويس، واعمل حركه كده زي تبدير بالايد كده مره واتنين وتلاته. الحركه دي هي اللي هتدينا الكراست او القشره المميزه للفراخ المقرمشه او الفراخ الفرايت المقليه عامه يعني. بعد ما عملتها اول مره في الدقيق، هنزل تاني مره بيها فين؟ ارجع بيها فين؟ على المارينيتد، غطسه كده واطلعها واروح احطها فين؟ في الدقيق تاني، واعمل نفس الحركه كده. معلش احنا هنبهدل الرخامه ونبهدل ايدينا، بس النتيجه هتكون مذهله ان شاء الله. شايفين عامله ازاي؟ اكرر العمليه دي حوالي مثلا ثانيه 2 لحد ما تديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ ولا خلطه سريه ولا خلطه مهلبيه زي ما بيقولوا. حاجه كده جميله وان شاء الله تعجبكم. نبتدي بقى نحمر فيها او نقليها. هنا كنت بختبر الزيت، نزلت على طول بعد ما نفضتها شويه من الدقيق،
والزيت مش عايزاه يبقى حامي عشان ما تتحرقش مني وما تستويش عايزاها تكون مستويه من جوه ولونها ذهبي. ما شاء الله الخلطه دي جربوها وان شاء الله الفراخ تفضل مرمشه لاخر قطمه باذن الله. هنا قلبتها زي ما انتم شايفين اهي، انا لسه مخدتش اللون اللي انا عايزاه، هي دي حته اتقطعت، مش الكفر هو اللي اتفك من الفراخ، لا ده قطعه من الفراخ هي اللي اتقطعت. ما شاء الله شايفين عامل الكراست عامل ازاي، او الغطا بتاع الفراخ حلو جدا. ايوه ما شاء الله جميل. طلعها ونكمل الباقي، وما نعملش ما نبدرش الفراخ ونسيبها، لا احنا نبدر على طول ونحط في الزيت، يعني ما ينفعش نبدر الكميه كلها ونسيبها، لا ده احنا على قد القليه بس، على قد الصينيه او الطاسه اللي احنا بنقلي فيها. ده تاني جزء من الفراخ بحمره اهو. تمام، ما بتاخدش وقتك منها، فراخ بانيه ما بتاخدش وقت، لكن لو قطع فراخ فيها عظم لازم تاخد وقت، وهنعملها على نار هاديه عشان تستوي من جوه. كده كده الاولاد بيحبوا الفراخ البانيه، فنعملها لهم ايه فرايد تشيكن كده حلوه جميله. في ملحوظه عايزه اقولها لكم، الدقيق لو عمل كتر زي ما انتم شايفين كده لازم ولا بد، ولسه مخلصتش كميه الفراخ، لازم ولا بد انخله، اجيب مصفى وانخله زي ما انتم شايفين، واعيد ايه او اكرر الفراخ اللي عندي. وملحوظه تانية، لو الزيت برضو فيه رواسب كتير وقطع من الكفر بتاع الفراخ، اصفيه برضو واشتغل منه جديد عشان اضمن الفراخ يبقى لونها ذهبي، ما تبقاش غامقه، وتكون مستويه معايا كويس. دول ملاحظتين لازم تهتموا بيهم ان شاء الله. شايفين الفراخ، انا كان نفسي اسمعكم الصوت الصراحه بس ما نسيت خالص ولغيته، مقرمشه ما شاء الله. بوريكم الاول الجزء الاولاني والجزء الثاني، يعني اللي طلعت في الاول لسه مقرمشه لحد دلوقتي. نبتدي بقى نجهز السندوتشات بتاعتنا. عندي خيار مخلل قطعته، او لو ما فيش ممكن فلفل هالبينو، وعندي خس، اي نوع خس عندنا، وجبت طبعا الكايزر بتاعنا، وعندي ده صوص شيدر جاهز جايباه شارياه من بره، فكيته شويه في الميكروويف بس هو المفروض كان يفك اكتر من كده. هحط جزء كده من الصوص في ارضيه الرغيف، وعليها قطعه من الخس، وعليها قطعه من او قطعه او اتنين من الفراخ الكريسبي، واغرقها بالخيار المخلل او الفلفل، ونديها طبقه حلوه كده من صوص الجبنه. وكده الساندوتش ما شاء الله جاهز. اللي حابب يحط مايونيز او كاتشب يحط، اللي حابب يحط الروز بيف او لانشون او فراخ مدخنه مع الفراخ المقرمشه، اللي حابب اي حاجه يعملها يا جماعه، كل واحد وحسب ما بيحب. نكرر برضو نفس العمليه في الساندوتشات. شويه شيدر كده عشان يمسكوا حته الخس، وبعديها قطعه من الخس وعليها الفراخ، وندي شويه مخلل، خيار مخلل او فلفل، وبعد كده ندي طبقه كويسه من صوص الجبنه. زي ما قلت لكم هو المفروض كان ساح شويه في الميكروويف، بس مش مشكله برضو كان طعمه حلو جدا. خلصت السندوتشات بتاعتي، جبت سيرفيز او صينيه هقدم فيه السندوتشات، جميله جدا احسن من اي مطعم، جربوها وان شاء الله تعجبكم. وعملنا جنبها شويه بطاطس محمره كده، بصراحه الاكله كانت جميله جدا وعجبت كل اللي كلوا منها، جميل جدا ومقرمش وحلو ونضيف، حاجه كده عمايل ايدينا، وان شاء الله تعجب الاولاد وتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك اذا عجبكم الفيديو باذن الله، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.